وجه الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح كلمة إلى أبناء الشعب اليمني قبيل استشهاده على أيدي جماعة الغدر والخيانة الحوثية، استكمالا لوصاياه التي أعلن فيها الزعيم الانتفاضة في وجه ميليشيات الإرهاب الحوثية التي أدخلت البلاد في أتون حرب عبثية خدمة لمصالح أجنبية يدفع ثمنها الشعب اليمني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا جماهير سبتمبر وأكتوبر، أحييكم بتحية الثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية في هذا اليوم المؤلم. أتحدث إليكم بعد أن تعرضت العاصمة صنعاء إلى عدوان سافر وبربري وغاشم من قبل عناصر متطرفة عنصرية منذ يوم الخميس إلى يومنا هذا، وهي تقوم بإرهاب العاصمة صنعاء بكل أنواع الأسلحة والمعدات والآليات. سحبتها من جبهات القتال التي كانوا يتواجدون فيها في مواجهة العدوان، وعادوا إلى العاصمة صنعاء لإرهاب العاصمة صنعاء الذي احتضنتهم في 21 سبتمبر قبل 3 سنوات، ورحبت بهم هذه العاصمة، عاصمة اليمن الموحد، عاصمة كل اليمنيين. والآن تقصف منازلهم ويقتل أطفالهم ونسائهم وشيوخهم، المارة وغير المارة، في الشوارع والمساكن بكل أنواع الأسلحة. بعد أن هاجموا جامعة صالح وهاجموا قيادة المؤتمر الشعبي العام ومساكني ومساكن أقربائي بدون أي سبب، عنجهية وعنصرية وطائفية وكلام غير مقبول، إزاء هذه التصرفات الرعنة. وآخرها الليلة منذ بعد العصر وحتى هذه اللحظة قبل أذان الفجر، وهم يقصفون الأحياء والمساكن الذين تتواجد فيهم القيادات المؤتمرية والشخصيات الاجتماعية ومساكن علي عبد الله صالح وأقربائه للتخلص منه في الوقت الذي احتضنهم وحالفهم في مواجهة العدوان. وقلنا لعل وعسى أن يكونوا قد تخلصوا عن الماضي البغيض وتصرفاتهم الرعنة الذي أدت إلى 6 حروب في محافظة ساطة، وزهقت فيها الأرواح بسبب خروجهم عن النظام والقانون وتبنيهم مشروع إمامي كهنوتي يحل محل النظام الجمهوري، والذي حل النظام الجمهوري محل النظام الإمامي في 26 من سبتمبر عام 1962، والآن يعيدون الكرة. أنهم يريدون تحت مظلة العلم الجمهوري والنشيد الوطني وأنهم مع النظام الجمهوري. 3 سنوات عجاف والشعب يعاني من هذا التصرف الأرعن والغير مسؤول بعنجهية وطائفية ومناطقية وعنصرية
تصفية المؤسسات من كل أبناء الشعب اليمني ويحلوا محلهم من نفس العشيرة ومن نفس القائمة في كل المؤسسات وفي كل الوزارات، وكأنهم هم كما يقولوا أنهم الصفوة من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التصرف العنجهي العنصري غير مقبول لشعبنا اليمني العظيم الذي قدم فلذات أكباده دفاعا عن النظام الجمهوري وإشاعة الديمقراطية والحرية، وعملنا على توحيد الوطن وإحداث تنمية شاملة. الآن دمروا التنمية، دمروا البنية التحتية، دمروا كل شيء، هم السبب. ما قام به التحالف السعودي، ما قام به التحالف بقيادة السعودية، هم السبب بتصرفاتهم الرعنة وتبنيهم فكر غير فكر اليمن وإسلام غير إسلام اليمن، تصرفات غير مقبولة لدى الشعب اليمني. أيها الشعب اليمني العظيم، ثور 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 من أجل الحفاظ على الديمقراطية والحرية والحفاظ على مبادئ وأهداف سبتمبر وأكتوبر العظيمتين. أيها الشعب اليمني العظيم، رجالا والنساء، يكفينا ظلما في عهد الأئمة ما قبل 26 سبتمبر، يكفينا ظلم. لقد ظلموا الحوثيين خلال الثلاث سنوات أكثر من عهد الإمام يحيى والإمام أحمد. نهبوا المؤسسات، أفرغوا الخزينة العامة، وذهبوا بها إلى خزائنهم الخاصة، ويشتروا ضمائر الضعفاء والمساكين وأصحاب الحاجة والذين يبحثون عن جاه وعن مال، ويصرفوا لهم أموال الدولة. والجيش بلا رواتب، والخدمة المدنية بلا رواتب، والتربية والتعليم بلا رواتب، ووزارة الصحة بدون أدوية، وكل شيء جفاف من هذه السلطة السلطوية الغير مسؤولة الذي يهمها أن تحكم الشعب اليمني بالحديد والنار. لقد قامت ثورة سبتمبر وأكتوبر ومن أجل رفع الظلم عن الشعب اليمني، ولكن جاء ظلم أظلم من آل حميد الدين. فنقول فرضي الله عن بيت حميد الدين، كانوا أنظف وأشرف من هذه الشرذمة الكاهنة الذي أتعبت اليمن. 6 حروب قدمنا فيها 13,000 شهيد من أجل تصرفاتهم الرعنة، والآن يدرسون الناس في البدرومات لملازم حسين بدر الدين الحوثي وملازم والدهم وصور والدهم وصور حسين بدر الدين وصورهم. الآن صنعاء وكل العواصم وكل المحافظات ملطخة بصورهم. هذا كلام غير مقبول لدى الشعب اليمني. إني أحذر أيها الشعب اليمني أنك تقبل هذه الشرذمة على رأس السلطة. أنا أدعو إلى انتفاضة شعبية عارمة وإضرابات عامة من أجل الحفاظ على النظام الجمهوري والحرية والديمقراطية وإعادة بناء ما هدمته الحرب. وأكرر أن على دول التحالف أن تبتعد عن العدوان وأن تمد يد الحوار مع الشعب اليمني في ظل قيادة انتقالية حتى يتم انتخابات مباشرة ديمقراطية لمؤسسات الدولة ممثلة في رئاسة الدولة والحكومة ومجلس النواب والمجلس الاستشاري وكذا السلطة المحلية. هذه هي الديمقراطية. هم لا يؤمنوا بالديمقراطية للأسف،
لا يأمنوا بالديمقراطية، وهم عندهم توجه، ولكن عملنا بكل ما نستطيع لإيقاف كل القرارات التي كانوا يريدونها، إعلان حالة الطوارئ، وهي حالة طوارئ موجودة، وهذه تصرفاتهم هي تندرج في إطار ما يسمى بالطوارئ. هذه هي التصرفات. هم لا يؤمنوا بالديمقراطية ولا يؤمنوا بالانتخابات، يؤمنوا بولاية الفقيه المرجعية. يقولوا للشعب اليمني أنه زنابيل وهم قناديل. الشعب اليمني كله زنابيل ما لم يكون من أصول هاشمية، على الرغم أن الهاشميين الشرفاء والمخلصين والثوار نثمن تثمينا عاليا كل مواقف الأسرة الهاشمية، وهي قامت بثورة ضدهم، ضد النظام الملكي الإمامي. نثمن مواقفهم. أولئك الضباط الأحرار الشرفاء وغير الضباط الأحرار كانوا في مقدمة الصفوف، وهم من فجروا ثورة سبتمبر، وهؤلاء يأتوا بعقلية ظلامية يعني. ولعلك أيها الشعب اليمني تسمع الناس بلا رواتب، الناس بلا مأكل، الناس بلا مشرب، الناس بلا دواء، وهو يلقي لكم ملزمة ساعة ونصف خطاب. احنا نعرف ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، تعرفنا عنه. هذا كلام خطير. يدرسون الرجال، يدرسون المؤسسات أو رجال الدولة أو المصالح أو الضباط بملازمهم وفكرهم في البدرومات من خلال 3 سنوات، والشعب بلا أكل بلا شرب. بس أهم شيء أخذوا الفلوس، دخلوا حفاة عراة إلى العاصمة صنعاء. الآن امتلكوا العقارات والسيارات الفاخرة والملابس الضخمة والأراضي والعقارات الضخمة، هذا بدلا عن يصرفوها رواتب للناس. الناس في الجبهات يقاتلون دفاعا حفاظا على سيادة وأمن واستقرار الوطن، وهم ينهبوا الشعب. أقول هذه براءة من ذمتي لك أيها الشعب اليمني. أما أنا أعاهدك أيها الشعب أني كما كنت وأنا خادما لك أيها الشعب، وسأظل إذا كتب الله لي السلامة والحياة، سأظل خادما معك غير سلطوي، لا أكون في السلطة ولا أعشق السلطة. وإن كتب الله لي الشهادة فالحمد لله رب العالمين أنني ألقى ربي في مسكني وفي مسكني الآن الذي يقصف في هذه اللحظات، وعلى بعد أمتار من السكن، لا يزيد عن 100 متر أو 150 متر. وأتحمد الله وأتشكر إذا نلت هذه الشهادة، فأنا في مسكني وفي وطني غير عميل للخارج. وأنت أيها الشعب اليمني تعرفني، لن أكون في يوم من الأيام في جيب أي قوة دولية، سواء أو دولة عربية شقيقة لا شقيقة ولا صديقة. أنا عميل لهذا الوطن، عميل لتربة هذا الوطن، عميل أطفال اليمن، لرجال اليمن، لنساء اليمن، لتنمية اليمن. نعم، لكن لن أكون عميل ولا قد مديت يدي. أنا أقول وعلى بكل فخر إنني لن أقبض ريالا واحدا من ممتلكات الدولة. وإذا كان لدي أي مدخرات أو مساكن أو عقارات فهي هبات من بعض الأشقاء. عندما كان نجري الانتخابات الرئاسية كانت تأتي مساعدات لا أخفيها، هذه مساعدات من بعض الأشقاء بدون أي مقابل. هو رؤيتهم أن هناك في نظام معتدل وغير مفرط في سيادة الوطن، وله مواقف قومية وعربية، مواقف قومية من كل شيء. وفي مقدمة القضية الفلسطينية أنا كنت مساندا للقضية الفلسطينية، ومع أشقائنا الفلسطينيين والشعب اليمني مع القضية الفلسطينية. هذا هي كانت عمالة علي عبد الله صالح
لوطنه وللقضية الفلسطينية وكل العمل القومي العربي. تحية لك أيها الشعب، تحية لك أيها الشعب، وداعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.